السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله اليوم راح نديرو هذه الوصفه تاع حلوة الطابع. ان شاء الله كامل تكونوا بخير واتم الصحه والعافيه. نرحب بكم كامل لي جدد والقدم، مرحبا بكم في القناه. اليوم راح نتقاسم معكم اسرار نجاح هذه الحلوى اللي يبغيها الكبير والصغير، خاصه الكبار يبغوا بزاف الطورنو كما احنا نقولوا في وهران، ولا حلوة الطابع معروفه عند الجزائريين. راكم باغيين تنجح لكم الوصفه من اول مره، تبعي الوصفه والطريقه والاسرار اللي نعطيكم في هذا الفيديو. نبداو بسم الله على بركه الله. شوفوا البنات، غادي نعبر بهذا الكاس تاع 220 ملل. الكاس تاع ام وليد راه معروف. هنا الكيله اولا الطرن ولا حلو الطابع تعتمد على الكيله، يعني راح نعتمد على كيله واحده. تبغي تكبر الكيله دير غرفيه صاري لها كيما الكعك كيما عطيتها لكم بالغرفيه. راح نعطيكم حلوة الطابع بالكاس. عندي كاس تاع بيض بدرجة حرارة المطبخ. هذا الكاس كيما شفتوا معايا دخلوا لي فيه 4 حبات بيض كاملين، حجم تاعهم مليح كبير شويه. درت الرشه تاع الملح اللي ضروريه، ودرت 2 مغارف صغار تاع لافاني. نزيدوا لهم كاس تاع سكر عادي سكر كريستاليزي، ونطلعوه بالباتور كما راكم تشوفوا معايا حتى يتضاعف الخليط، يعني يذوب لنا السكر في البيض ويتخلطوا المكونات والخليط يولي نوعا ما ابيض ويتضاعف كما راكم تشوفوا. بعد ما خلطنا مليح هاد لاسيس بزاف ناكد لكم عليها باش يجي الطورنو تاعكم ولا حلوة الطابع خفيفه. لازم تخلطوا مليح بالباتور. نجيب كاس تاع الزيت، يعني نفس المقدار، كاس بيض كاس زيت وكاس سكر. نبقى نزيد فيه بشويه كي اللي راكم طلعوه في لا مايونيز. نخلط ونزيد حتى يكمل عندي الزيت تاعي. فوالا نطلع مليح وندخل المكونات مليح في بعضهم. هنا غادي ندير زاز تاع الليمون ولا قشور ليمون برتقال، 2 مغارف كبار تاع لحظة ولا حليب غبرة اذا كان متوفر عندكم، راه يعطيه بنه شابه، ديروه ما شاء الله. 2 مغارف كبار تاع المايزينا، ثاني من اسرار خفه اي كاطو اي حلوى جافه تزيدوا لها المايزينا راح تجي خفيفه، ولا نشا. ديروا غير 2 مغارف كبار. نبداو في الفارينه. درنا الكاس الاول، والسر اللي تاني مليح المغرف الصغيره تاع خمارة الخبز، مغرف صغيره خمارة خبز. وعندي 2 اكياس لا لوفير شيميك ولا خميره الحلويات، يعني كل كيس وزن 10 غرام، هنا درنا 20 غرام. نخلط هادو النواشف مع بعض كما راكم تشوفوا بالمغرف، ونبدا نزيد في الفارينه. حتجيكم تقريبا 5 كؤوس. غادي تشوفوا معايا باللي الكاس الخامس ما غاديش نكمله. ديما نقول لكم البنات هذا الكاس الزاوج الفارينه على حسب النوعيه، والكاس الثالث نقول لكم غربلوا الفارينه تاعكم هوها باش يجي الكاطو تاعكم خفيف ومهوي. زدنا الكاس الثالث، نبقى نخلط بيدي كيما هكا حتى نشوف العجينه تاعي بدات تتلم، ولكن دايما زيدوا بشوي. كاس رابع باش ما تجيكمش العجينه ناشفه. اذا غلطتوا وزدتوا الفارينه العجينه غادي تجي لاباط تجي ناشفه، يجي الكاطو تاعكم يابس. هذه قاعده خذوها، خاصه راني نهضر مع البنات المبتدئات. هادو اسرار لازم تحفظوهم وديروهم في رسانكم. هنايا الكاس الخامس راني نزيد غير بشويه ونشوف. هنا نبدا نخدم بيدي. لازم العجينه تاعي تقعد تتلصق في اليد، ولكن ماشي طريه لدرجه اللي ما نتحكمش فيها، لانه العجينه تاعنا كي تريح غادي تزيد تتشرب السوائل. غادي شوفوا كي راه القوام تاعها راح نزيد لها شويه. هنا المهم في الاخير دخلت لي 4 كيسان ونصف فارينه. شوفوا بقى هذا الكاس الخامس ديت منه غير نص. لم فقط ما نعجش. النصيحه اللي ديما نقولها لكم شيرات خواتاتي، تعجنوش لي صابلي ولي غاتو تاعكم، غير لموا باطراف الاصابع، باسكو الا عجنتيه راح تربي له لا غلوتين، وهذيك الجلوتين تخليه معلوك يجي كيما الخبز، يجي معجن وكيما الخبز. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. انا نحط لاباط تاعي تريح ربع ساعه حتى 20 دقيقه، ونبدا نشكل فيها. شوفوا بعد ما ريحت شوفوا كيفاش شدت روحها اكثر، يعني العجينه تاعنا شربت السوائل. ريحتها، درت شويه فارينه في البلون دو طرافاي تاعي، ونبقى ندير حربوش. ما نديروش كيما صابلي نحلو كاع لاباط تاعنا ونخدمو، لا، نجيب غير حربوش ونحل بيدي بهذه الطريقه، وندير السمك يكون شويه غليظ باش ما يجيناش الحلوى تاعنا تجي رقيقه. نعرفوا الطابع تجي حلوته خشينه شويه، وباش ما يلصقليش ندير الفارينه في الطابع. وسو البلون دو طرافاي نبدا نقطع فيها كيما هاك. درت شحال من مول معاكم غير باش تشوفوا يعني. وهاد الكميه تاع كاس بيض كاس سكر كاس حليب تخرجكم كميه ما شاء الله.
فوالا شوفوا، يعني الأخوات اللي راهم باغيين يعتمدوها كمشروع توكلوا على ربي وخدموا بها، راه فيها ربح إن شاء الله. يعني مقادير شتوها اقتصادية ومتوفرة في كل بيت. وحاجة أنا واحدة من الناس نبغي هاد لي غاطو ساك وتاع زمان خير من لي غاطو اللي فيهم لي كريم بزاف والدهان بزاف، وهذا مليح مع العشية قهوة العصر. كيما تلقي ما ديريه خلطي ويوجد بالخف، يعني ما يشدلكش اليد، ما فيش تاني لي شوكولا، ما فيش بزاف تاع التزيين، يعني حاجة سامبل ويبغوها كامل الولاد الكبار والصغار. فوالا كيما شتوني راني درت كاع لاباط تقريبا معاكم غير باش تشوفوا الكميه. راح تخرج لنا يعني هاد الحلوى تاع الطابع اقتصاديه وسهله التحضير، تخرج كميه كبيره. اللي وصلتوا هنا ديروا جيم لا فيديو فضلا وليس امرا، دعموني، بارطاجوا لا فيديو، خلوها يشوفها اكبر عدد من الناس، وان شاء الله يا ربي في ميزان حسناتكم. واللي راهم يشجعوني ولا يكتبوا التعليق نقولكم روحوا ربي ان شاء الله يفتح عليكم ويعطيكم حتى يغنيكم. نجيب البلاطو تاعي كنت درت فيه فيلم اليمون عفوا بابي كويسون، الورق الطهي، ايوا ونحس في الحبات تاعي خلي شويه اسباس بيناتهم، البنات خلوا فراغات باسكو غادي يتفخنا ويطلع. جبت حبه بيض لها شويه قهوه وشويه لافاني وخلطتها مليح. هنا بالنسبه للبيض كاين اللي يزيد له الحليب، كاين اللي يبغي يزيد له الخل، كاين اللي يزيد له كيما درت انا قهوه، كاين يزيد له نيسكافي. نديرو له لافاني باش ما تبقاش الريحه تاع البيض قاطعه في الكاطو تاعنا. ونجيب البانسو ونطلق كاع الوجه تاع الحبات تاعي بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. هاد الأثناء أنا درت الفور تاعي يسخن على 180 170 180 درجة، يعني نار متوسطة كيما نطيبو أي كاطو. الديكور كان اللي يبغي يدير الطورنو هذا ولا حلوة الطابع بالكلاصاج، كان يدير غير البيض والسكر كيما راني ندير معاكم سامبل. كاين اللي بغى يدير هذيك الحلوة رقيقة بصح هذيك جينيرالمون قادرة تذوبلك في الفوغ. انا جو بريفير ندير السكر نحطه يطيب على نار متوسطة من التحت، اون فوا نشوفه تحمر من التحت نجبده ونشعله من الفوق. وهذه هي النتيجة النهائية اللي تحصلنا عليها. يخرج حلوى تاع الطابع ولا أروع ولا أسهل ولا أبن منها، فيه واحد الريحة ما شاء الله، لافاني، قشور تاع الليم، إلا عندكم قشور تاع البرتقال. شوفوا البنات كيفاش خرج شبابهم حميمر، الله الله. والله وصفة ناجحة 100%، جربوها. هذه الوصفة تاع الجدات تاع الأمهات تاعنا ربي يحفظهم، جربوها وما غاديش تندموا. نتمنى برك تجربوا اي وصفه راني نحطها لكم وقولوا لي في التعليقات رايكم بكل صراحه. فوالا، ولا كنتي اول مره دخلتي قناتي وما كنتش مشتركه اشتركي، فعلي الجرس باش يوصلك الجديد عفوا. شوفوا البنات كي قسمتها معاكم كيفاش مقرمشه مهويه من الداخل، ماشي معجن الطورنو تاعي يجي ولا اروع. بنته شنحكي لكم، شهيتكم ان شاء الله في الجنه البنات، فريمون بزاف بنين، وصفه ناجحه مضمونه 100%. هذا هو الطونو تاعنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. ما تنساوش الدعم حبيباتي، نقولكم الى فيديو اخر باذن الله. تهلوا في رواحكم وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.